إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين سبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء شخصا من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 60 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب 3 جرائم قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثة الضحايا. وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بتاريخ 17 شتنبر المنصرم بإشعار بمثابة بحث لفائدة العائلة حول اختفاء الضحية الأولى البالغة من العمر 72 سنة، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة تورط جارها المشتبه فيه في استدراجها إلى منزله الثاني بمنطقة سيدي حجاج ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تصفيتها جسديا ودفنها بفناء هذا المنزل. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث كشفت كذلك تورط المشتبه فيه في ارتكاب جريمتي قتل مماثلتين باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه، استهدفتا سيدة ورجلا من معارفه عثر على جثتيهما مدفونتين إلى جانب جثة الضحية الثالثة بفناء المنزل نفسه وببقعة أرضية بالقرب منه. وأخضع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رغم إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. شكرا على المتابعة.